كان الشخص جزائريا مولودا قبل 1962 في الحقبة الاستعمارية الفرنسية، هل يلتجئ إلى القنصلية الفرنسية من أجل أو للأرشيف الفرنسي من أجل أن يأخذ الحالة المدنية؟ نعم بالضبط. في الغالب إذا كان الشخص جزائري ولد أثناء فترة الاستعمار الفرنسي خاصة قبل 1962 فغالبا يلجأ إلى الأرشيف الفرنسي أو القنصلية الفرنسية للحصول على وثائق الحالة المدنية. لأن سمعتي أخويا الجزائري؟ سمعتي أصولك لا بغيتي تاخذهم قبل 1962 فين كتمشي؟ كتمشي عند فرنسا، كتمشي عند ماماك، كتمشي تاخذ الحالة المدنية من الأرشيف الفرنسي. أما المغربي ابن المغربي جذوره كاينه في المكاتب الملكيه المغربيه وفي الارشيف المغربي، والحاله المدنيه ديالنا هنا في المغرب. ولا مشينا عند تونس غنلقاوها كاينه في تونس، ولا مشينا لليبيا غنلقاوها كاينه في ليبيا، ولا مشينا للشرق الاوسط غنلقاوها كاينه في الشرق الاوسط. الوحيد اللي منو قبل 1962 كان كيمشي عند فرنسا باش ياخذها الجزائري الى يومنا هذا. الجزائري بغض النظر ما ندخل لك في طريقه اخرى وندخل لك في الاسلام ونقول لك راه واحد الحوايج ما كانوش عندكم، راه خصكم كاملين تديوهم تعاودوا لهم داك الشيء ما الى ذلك، لان فرنسا كانت حابسه. والدليل هو انهم الناس اللي حسبنا لهم من 1962 في 1942 46 1900 يعني اغلبيه اللي حاكمين لكم فيهم نفس داك. الله يستر الله يديم خلق. شوفي عبدو اختي شوفي الجزائريه ما كانت حتى ل 68 عاد ولات عندهم جنسيه جزائريه، راه ما كانش عندهم لاكارت ناسيونال حتى ل 68. مازال ما كانوش، مازال ما ولاو جزائريين، كان عندهم غير الاستقلال ولكن مازال ما كانوش جزائريين حتى ل 68. سي برافو تحياتي الدريم مرحبا. عبدو الجزائري ياك؟ سيدي براد بوت اهلا وسهلا سي دريم مرحبا. مرحبا بك سربنا عليك. يطول عمرك. السلام عليكم، تحياتي لكم جميعا. مرحبا الياس المضاري، الاخت الملكه، الاخوه. سمحوا لينا هجمنا اليوم. حياكم الله حياكم. مسامحه. عبدو السلام عليكم. عبدو ما يمكنش راه كيكون وقيلا ماشي حدا المرض، الانسان راه ضعيف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لك أخوي الزنقير، أختي الملكة، أخي إلياس، الإخوة الكرام والأخوات الكريمات. إلياس عندك أخويا شي، عندك تليفون تاني ولا ما عندكش؟ الله يحفظك. شوف هذيك اللي صيفط لك دابا وريها للإخوة، الله يكبر لي بي. وهذه المسألة راه تناولتيها أنت من قبل أنت والملكة. هاك حبيبي، ها هي باش نحيد الرقم ديالك باش ما يبقاش طالع. واخا الله يكبر لي بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. معتو دقيقة. السلام عليكم. دقيقة والله عندي واحد السؤال اللي نزلت معاه ممكن؟ دقيقة واحد دقيقة عافاك. هذه الإخوة الكرام هي لا سيسيون ديال لي ناسيون زوني في 1958، وهنايا كنشوفوا شكون كان اول لاجئين في شمال افريقيا اللي كانوا عايشين في تونس وفي الجزائر. وهنا المندوبي ديال تونس والجزائر كيطالبوا الامم المتحده يعني باش تدخل وتقدم، دير لهم تقرر المصير، باش دير لهم تماما تقدم المساعدات وتقدم. راه كنتكلموا في 58 الاخوه الكرام. الا رجعنا للتقارير ديال 1959 و 1960 فحتى الاعداد ديال هاد اللاجئين غادي تزاد يعني حتى الحاله الانسانيه ديالهم ما تكون احسن فاحسن، لانه في هذا يعني من بعد واحد يعني هاد لا ريزولوسيون اللي قدمتها المملكه المغربيه من اجل رعايه اللاجئين الجزائريين سواء في المغرب او تونس، يعني تبدا تقدم لهم مساعدات يعني وتغطيه صحيه وتعليم وكل هذه الخدمات. وحتى المغرب في هذه السنه
دوز واحد درافت ريزولوشن، يعني ما ريزولوشن. شنو هي درافت ريزولوشن بالعربيه الاخوه باش يعرفوها؟ يعني مشروع قرار في الامم المتحده باش حتى السنه تكون سنه اللاجئين، هي باش نعرفوا المقام ديال المملكه المغربيه، والمقام كل واحد يعرف المقام ديالو فين كاين الاخوه الكرام. ف يعني احنا الحظ ديالنا شويه كان سيء، ولكن عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز. نفس الناس اللي يعني هذا المغرب قدم لهم مساعدات وحتى من المقاومه ديالهم قدم لهم السلاح والعتاد والمال وزيد يعني ملكا وشعبا. فاحنا كنشوفوا كيفاش اليوم كيطلعوا عندكم الاخوه المغاربه في اللايف ويسبون في اعراض المغاربه والمغربيات، يسبون في اعراض الملوك والسلاطين المغاربه. فرا يعني ما يضركمش الحال، هذا راه غير خيركم يخرج لكم اعداءكم، فهمتوا؟ راه ينطقهم من حيث لا يشعرون. تحيه لك اخويا اللي